صباح الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم فيديو جديد اللي نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فيديو ديال ملوي بطريقه جديده، نتمنى ديروه وينجح معكم. كنشكر جميع المشاركين والمشاركات اللي عندي في القناه، وكنرحب بالمشاهدين وتنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في قناتكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف بزاف، كنبغيكم من القلب. بالنسبه للمكونات ديال الملوي كنحتاجو الكيلو ديال الدقيق الابيض، وكنحتاجو شويه ديال الملح والماء. انا استعملت طحين الفورس، ممكن انكم تستعملوا الثلثين ديال طحين الفورس والثلث ديال الطحين او السميد الرقيق اولا الفينو كما كنقولوا ليه في المغرب. كما كتشوفوا كنعجنوا العجين ديالنا ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش جاري بزاف. تندلكوه واحد شويه، كندهنوا الوجه ديالو بشويه ديال الزويته باش ما ينشفش لينا، وكيدير لنا واحد القشره اللي ما كتخليش الملوي ديالنا انه ينجح معنا. وكنخليوه كيرتاح تقريبا واحد نص ساعه او اكثر. بالنسبه لي انا خليته شي 2 ديال السوايع. فاش رجعت لقيته يعني تدلك مزيان، كانني انا اللي دلكته بكل سهوله وبدون مجهود. كيف ما كتشوفوا كنعاود ندلكو واحد شويه وتنقطعو كويرات باش نبدا نشتغل به. تناخذ شويه ديال الزيت كنديرو في يديا وتنبدا نقرص. فرقت العجينه على 3 ديال الكريسات، درت وحده كبيره لان غندير منها 2 ديال الانواع. دائما كندهنوا السطح ديال العمل. بالنسبه للسر ديال الملوي باش انه ينجح معاك، ضروري انك فاش كتعجنيه كتخليه انه كيرتاح لمده كافيه، وكذلك منين كتعجنيه تتقرصيه ضروري ما انك تدهني سطح العمل بالزيت، وضروري انك تدهني فوق هذاك الملوي بالزيت وتغطيه بفيلم اليمونتير باش انه ما كيديرش واحد القشره اللي ما كتخليش ان الملوي ينجح معانا. كيف ما كتشوفوا هاد الكريسات بجوج غطيتهم بالفيلم اليمونتير حتى نحتاجهم عاد نحيد لهم الفيلم اليمونتير ونخدم بهم. فتنقرص هذيك الكريسه الاولانيه وتنقطعها هكا بالكاس باش نحصل على دوائر اللي هي متساويه. وإلا كنتي يعني كتبغي الحاجه انها تكون مقاده مزيان، فمن الاحسن انك تستعملي الميزان. انا هنا غير وريتكم انه الطريقه باش نقطعوها هكا بالكاس كتعطينا هكا متساويه، وانما انا غنكمل غير بعينيه ميزاني. كما كتشوفوا دائما كندهنوا السطح ديال العمل ولا البلاصه فين غادي نحطوا دوك الكريسات ديالنا باش من نبغيو نهزوهم ما يلصقوش معنا. ومنين كنكملوا تنستفوهم تندهنوا لهم الوجه ديالهم وتنغطيوهم. هاد العمليه فهي ضروريه ضروريه جدا. تنقرصوا العجينه ديالنا كامله، اما تنديروا كريسات نفس الحجم اولا تنديروا الحجم اللي حنايا بغينا. منين تنكملوا الكريسات كنخليوهم جانبا انهم كيرتاحوا، وكنمشيو كنوجدوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه الاولى غادي نحتاجوا لي زيبينار اولا السبانخ اللي كناخذهم وكنقليهم في المقيله هكا مع الزويته بلديه وشويه الملح والابزار اولا الفلفل الاسود حتى كينشفوا مزيان، وتنخليوهم يبردوا عاد باش كنبدا كنخدم بهم. كما كتشوفوا كناخذ واحد الكريسه صغيره تنقرصها شويه، ما تنقرصهاش بزاف حتى كيبان ليا سطح العمل لانها غتبقى تقطع ليا وغادي تخرج لينا الحشوه. كيف ما كتشوفوا كندير شويه ديال السبانخ اولا لي زيبينار وكنزيد فوق منهم جبن مبشور النوعيه اللي بغيتو، وتلويهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. ضروري ندهنوا شويه سطح العمل، ما كندهنوش بزاف غير شويه. تنطلقوا شويه العجينه بهذه الطريقه هذه كيف ما قلت، ما كنرققوهاش بزاف. وكنضيفوا الحشوه السبانخ او لي زيبينار وكنزيدوا الجبن. من بعد كنلويوهم بالطريقه اللي غادي تشوفوا.
واحد الجانب كنديروه من الفوق والجانب الاخر كنردوه من التحت باش ما كتخرج ليناش الحشوه والفرماج. وكنكملوا بهذه الطريقه حتى كنساليوهم وكنسخنوا المقله، كنرشوها بشويه ديال الزيت وتنبداو تنقرصوهم مباشره فوق المقله. تنبقاو نقلبوهم حتى كيتحمروا مزيان وتنحيدوهم. الا كنتو باغيين تحتفظوا بهم في المجمد كنصحكم انكم ما تحمروهمش بزاف، غديروا لهم غير نص طيبه، وملي كتحتاجوهم كتخرجوهم من المجمد وكتديروهم في المقله، يعني كتكملوا لهم الطياب ديالهم كيتحمروا وعاد كتقدموهم. هنا بالنسبه للنوع الثاني ديال الملوي اللي غادي نقدم لكم، فهو الملوي العادي اللي كنقرصوه وكنديروا له شويه ديال الزيت وشويه ديال السميده باش كيجي لنا مورق. يعني هذا ما فيه حتى شي حشوه، هذا الملوي اللي عادي. بالنسبه لهذا الملوي كنطويه بالطويه العاديه. كنكملوا جميع الكريسات بهذا الشكل هذا وتندوزو حتى هما كنطيبوهم في المقله. انا عندي هنا مقله كهربائيه طويله شويه في الحجم، فتنطيبهم تقريبا في مره واحده، يعني سهلت عليا المأموريه بزاف صراحه. ودابا وصلنا للنوع الثالث ديال الملويات اللي غادي نقدم لكم، واللي هما معمرين بواحد الحشوات لذيذه. غادي نحتاجو شويه ديال اللوز افيلي اللي حمرته، كذلك غنحتاجو شويه ديال الكركاع اللي هرمشتو واحد شويه، وغادي نحتاجو شوكولاته الدهن اي نوعيه بغيتو. بالنسبه لي انا استعملت نوتيلا كتعطي مذاق زوين، وشويه ديال الزيت ضروري للتوريق. كما العاده تنطلقوا الكريسه ديالنا وتنديروا فيها شويه ديال الشوكولاته الدهن. ممكن عوض شوكولاته الدهن تستعملوا لي بيبيت دو شوكولا اولا دوك حبيبات الشوكولا الصغار، حتى هما غادي يجيو زويونين ومقرمشين. وغادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الملوي، مره غادي ندير الحشوه ديال الشوكولا واللوز افيلي، ومره غادي ندير الحشوه ديال الشوكولا والكركاع. صراحه جاو زوينين رائعين في المذاق، حماقوا عليهم الوليدات. احسن ما تشري الوليدات الحلويات ديال الزنقه، فمن الاحسن انهم ياكلوا شي حاجه اللي غادي تقديها لهم في الدار وغادي تكوني عارفه شنو دايره فيهم. يعني اللي ما كياكلوش وليداتهم المكسرات بهذه الطريقه هذه راه غادي ياكلوهم. وحتى بالنسبه للضياف غادي تكون شي حاجه اللي هي رائعه ومتميزه، والمنظر ديالها زوين وراقي، وحتى في المذاق ديالها جات رائعه. والمكونات ديالها كيف ما كتشوفوا فهي مكونات صحيه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الشكل النهائي، وكذلك تشوفوا الكميه اللي خرجت ليا كيلو ديال الطحين. حبايبي الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه، نتمنى انها تكون كثيره 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 باش انني نعرف مدى الحب ديالكم ليا، ونعرف كذلك الراي ديالكم في المحتوى ديالي. كنشكركم بزاف 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 على هذا الدعم ديالكم الكبير صراحه. هذا الشيء كيأثر يعني في القلب، يعني باش تعرف ان كاين الناس اللي كيبغيوك لا لشيء سوى انهم هكذاك بغاوك هكذاك تيشوفوا المحتوى ديالك وكيشجعوك. كنشكركم بزاف 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 مره اخرى، وفرجه ممتعه. دابا كندوزو للمرحله ديال الطياب. تنطيبوا الملوي اللي فيه الحشوه ديال اللوز هو الاول، ومن بعد كنطيبوا الملوي اللي فيه الحشوه ديال الشوكولا والكركاع. منين تنكملوا الكميه كامله
الا كنا باغيين نحتفظوا به في المجمد كيف ما قلت سابقا انك ما تحمريهش بزاف، تخليه طايب نص طيبه. وإلا كنتي غادي تقدميه ديروا له هاد التزيين بالطريقه اللي كتشوفي. بالنسبه للملوي اللي معمر بشوكولاته تدهنوا اللوز ايفيلي، كندهنوا له الوجه ديالو بشويه ديال الشوكولا وكنرشوه بشويه ديال اللوز ايفيلي. وبالنسبه للملوي اللي معمر بالحشوه ديال الشوكولا والكركاع، كندهنوا له الوجه ديالو بشويه ديال الشوكولا وكنرشوا عليه واحد رشيشه ديال الكركاع مهرمش. ممكن انك ديري الشكل اللي بغيتي، ممكن انك تدردري عليه شي شويه ديال الفواكه المكسره وديري عليه من الفوق كاع خبيطات ديال الشوكولا. مثلا اللي بالحشوه ديال اللوز ايفيلي كديري عليه خبيطات ديال الشوكولا بيضاء، وبالنسبه اللي فيه الحشوه ديال الكركاع كديري عليه خبيطات ديال الشوكولا اسود، باش هكذا كتفرقي بيناتهم. ودائما كيبقى التزيين حسب الرغبه ديال كل واحد. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الكميه كيف ما كتشوفوا اللي خرجت ليا كيلو ديال الطحين.